محمد سامي، المخرج اللي كل ما بيعمل مسلسل الناس بتقعد تنتقده وتطلع عينه. هو ازاي بيكتب الحوار كده؟ ليه كل الشخصيات بتصوت؟ المسلسل مليان كليشيهات. بس الغريب انك بتكمل، بتتفرج حلقة ورا حلقة وبتستنى اللي بعدها. ليه؟ في الحلقة دي من شرح مفصل هنفهم ازاي محمد سامي بيعرف يشدك حتى لو مش عاجبك. جهز بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما التتر يخلص. محمد سامي مش مخرج مهرجانات، من الآخر هو مخرج شارع، مخرج جمهور. بيفهم ايه اللي بيشد الناس. الحاجات اللي بتشد الناس البسيطة في الأعمال هي الصراع، الخيانة، الشتيمة، الأسرار. وهو بقى ايه، ما شاء الله بيستخدمهم كلهم. ثانيا، ما عندوش مشهد ممل، حتى لو المشهد بسيط بيحط فيه توتر أو مفاجأة. زي إنه في مشهد بسيط جدا يروح طالع لك مرة واحدة ممثل يروح قايل أمك قتلت أبوك يا رضوان. لو بصيت على الجملة هتلاقيها ملهاش أي معنى، والمشهد نفسه ملوش معنى، والمسلسل نفسه ملوش معنى. ثالثا، مفيش شخصية مهمشة عنده، حتى الأدوار الصغيرة دايما بيكون لها حكاية. وبيحب دايما يلعب على الأخ اللي بيخون أخوه، وده بيخلي المشاهد دايما مستني هيحصل إيه بعد كده. هي دي صنعة محمد سامي، هيحصل إيه بعد كده. محمد سامي عبقري في إنه يعرف يقفل حلقة. دايما لازم بيقفل بصدمة، حاجة اتكشفت، وده بيخلينا غصب عننا مشدودين جدا ان احنا نستنى على الحلقة اللي بعديها. لو جينا نقسم كل عنصر من عناصر اعمال محمد سامي هنلاقي ان كل عنصر فيها تعبان جدا. يعني هنلاقي تمثيل تعبان حرفيا، كلام ولا كأنه كلام مدرسة. لكن لو جمعت كل الحاجات دي حرفيا بتطلع لوحة حلوة بالنسبة لبعض الناس. لو جينا بقى جمعنا كل الكلام الجميل اللي احنا قلناه ده، هل الإجابة إن محمد سامي عبقري؟ مش بالضرورة يكون عبقري. هو مش الأفضل في التمثيل ولا في الكتابة، لكنه شاطر جدا في الحبكة، وبيعرف يخلي أي حاجة بسيطة تبقى مشوقة جدا. أخيرا، محمد سامي مخرج بيعرف يكسب الجمهور مش النقاد. بيعمل دراما فيها عيوب كتير، لكن فيها عنصر واحد محدش بيقدر ينكره: الناس بتكمل. وده في زمن السوشيال ميديا والملل السريع يعتبر فن لوحده. ودي كانت حلقتنا النهاردة من شرح مفصل عن الراجل اللي ممكن تكرهه بس لازم تكمل مسلسله.